صباح الخير ومساء عليكم. فاكرين كده من كام شهر عملنا ريفيو للأوبو F11 برو، وقبليها برضو بكام شهر عملنا ريفيو للأوبو رينو 10 اكس زوم. حاليا ما بقاش في سلسلة ال F11 برو مش هتكمل، لكن ضموها شوية لسلسلة الرينو. هي السلسلة الأكثر شياكة والأكثر فخامة في معظم الموبايلات بتاعت اوبو. عشان كده اوبو السنة بدل ما تنزل لنا النسخة التانية او الموديل التاني من الاوبو F11 برو، نزلت لنا حاجة تاني وهي ده الاوبو رينو 2 اف. مبدئيا واحد من اكتر الفيديوهات اللي كنت مبسوط فيه وانا بصوره هو الفيديو بتاع الاوبو رينو 10 اكس زوم. كنت مبسوط جدا وانا ماسك الموبايل دوت. كان ساعتها واحد من اغلى الموبايلات ومن انضف الموبايلات اللي عملت لها ريفيو في الشانل. بما اني السنه دي اوبو عملت الاوبو رينو 2 اف بسعر ارخص شويه من اوبو رينو، او سعر ارخص كتير. اوبو رينو السنه اللي فاتت كان ب 16000، فاني اوبو تحط موبايل رخيص في الفئه بتاعه الرينو ديت، تحس كده ان هي بتقول مش لازم تدفع كتير عشان تاخد موبايل فخم. اظن طبعا عرفت انا اول حاجه هتكلم عليها ايه. التصميم. اظن التصميم في الموبايل دوت هو من اكتر النقط اللي بتميز الموبايل دوت، ان ما كانتش اكترهم اصلا. الحقيقه بص كده، مين يتخيل ان ده موبايل ب 6000 جنيه حقيقي؟ يعني الموبايل اللي بيجي من الازاز اللي اكيد هيحسسك ان انت ماسك الموبايل دوت، يعني ده ممكن الموبايل يوصل ب 16000 جنيه. شبه الاوبو رينو عادي بتاع السنه اللي فاتت، كان نفس الاحساس بتاع الماسكه كده وكان ب 16000 جنيه. التصميم معمول من الازاز وفي خطوط كده في الازاز دوت بالطول، فوكس هنا كده، وفي خطوط كده في الازاز بالطول مع الخط اللي مكتوب عليه كلمة اوبو. لكن غيروا الجملة السنة دي خلوها ديزاينت فور رينو. حركة ذكية عشان بيحسسك او بيديك احساس ان لا، التصميم ده معمول خصيصا لهواتف الرينو اللي هي اكتر هواتف بالنسبة لنا بنحاول نتعب في التصميم بتاعها. اللون اللي معايا هنا هو الليك جرين او الاخضر يعني، وهو بصراحة اللون كويس جدا وشكله وانت ماسك الموبايل مميز جدا. مش كل الالوان بتيجي بلون اخضر يعني. بعيدا عن الازاز وبعيدا عن الخطوط، الموبايل هنا بيجي بكاميرات مش بارزه، الكاميرات محفوره جوه الموبايل ملهاش اي بروز، ودي حاجه بقينا نادرا قوي بنشوفها دلوقتي. مش بس كده، ده كمان حاطط لك كاميرات جوه الشريط او جوه خط من لون الرصاصي او الاسود، بيديك برضو ايحاء ان الموبايل اللي انت ماسكه دوت شيك جدا. مش بس كده، كمان في حبايه كده موجوده من فوق، مش عارف اسميها ايه، انا ممكن اسميها حبايه. هي عباره عن كوره معدنيه كده، المفروض وظيفتها اللي هي بتحمي الموبايل لما تحطه على اي ديسك، على اي مكتب، على اي سطح مستوي، ان الكاميرات ما تتخبطش في السطح دوت، فهو بيحمي الكاميرات. وزي ما انتم شايفين هنا ان الدايره حواليها دوريه تاني من اللون الاخضر، هو اللون الموجود جوه الزرار اللي بيفتح ويقفل الموبايل. فالتفاصيل هنا برضو عاليه قوي يعني. عارف ان انا طولت شويه في الحته ديت، لكن غالبا انا كل الناس اللي هتجيب الموبايل دوت في الاول مش هتمسكوا شبه البنيين طالعين كده والشاشه تكون لوشهم، لا هيمسكوه العكس كده والظهر هيبقى في وشهم على طول، وبس هيفضلوا كده قاعدين يتفرجوا عليه. انا كده تمام يا باشا، مفيش اي حاجه، تمام انا تمام. طيب خلاص، انبهرنا بالظهر، هنيجي نلف الموبايل كده ونبص هنلاقي فيه شاشه كامله. هننبهر تاني طبعا، يعني اكيد ما انبهرناش بالظهر الازاز مش هننبهر بالشاشه الكامله. عندنا هنا في اوبو رينو شاشه كامله من غير اي حواف، من غير اي نوتشات، وخلوا الكاميرا الاماميه موجوده في بوب اب كاميرا زي ما انتم شايفين كده. هنجيلها كمان شويه اكتر، لكن دلوقتي خلينا نتكلم عن الشاشه الكامله اللي من غير اي حواف. اول حاجه، الشاشه حجمها 6.5 انش، بتيجي من نوع اموليد بدقه فول اتش دي، وده اللي بيديك 394 بكسل في كل انش جوه الشاشه. وعشان يخلوا الموبايل دوت اكثر جاذبيه حطوا الفينجر برينت جوه الشاشه، لكن هو بيشتغل في معظم الاوقات كويس، لكن ممكن يجي مره وانت بتحط صبعك هتلاقيه يعني ما فتحش مره بعد كده اخد وقت. يعني هو مش وحش خالص بصراحه، بيفتح بسرعه، لكن ساعات احيان قليله برضه بيعلق ما يفتحش بسرعه قوي، تلاقيه مش بيقرا صبعك، لكن في معظم الاوقات مبيبقاش في مشاكل وبيفتح صبعك كويس. نرجع تاني بقى للشاشه. الشاشه هنا فعلا كويسه جدا زي ما قلت، سوبر اموليد، فانت عندك الوان بقى يعني بتاعت السوبر اموليد اللي احنا متعودين عليها، الوان مناسبه جدا لعينيك، بتريح عينيك، بتبقى كويسه جدا للفرجه على الفيديوهات. وكمان هنا عندك شاشه كامله. تجربه الفيديوهات والافلام بصراحه هنا ممتازه جدا وهتعجبك لو انت بتحب الافلام. الشاشه ديت مناسبه جدا ليك يعني. طيب لغايه دلوقتي كل حاجه بنتكلم فيها عن الموبايل دوت ممتازه جدا. ايه الموبايل ده مفيهوش عيب ولا ايه؟ لا، احنا دلوقتي هنتكلم على الاداء، والاداء ما اقدرش اقول اللي هو عيب، لكن ممكن يبقى فيه شويه كلام. ما تفهمونيش غلط، الموبايل اداؤه مش وحش. الموبايل دوت بيجي بمعالج الهيليو بي 70 مع 8 جيجا بايت رام و128 جيجا بايت مساحه تخزين، وهي نسخه واحده مفيش نسختين.
فانت اصلا بتشتري النسخه الكبيره باقل من 6000 اللي هي فيها 8 جيجا بايت رام و128، وبرده معالج الهيليو بي 70 كان موجود في الاف 11 برو، مفيش حد خالص اشتكى منه. لكن انا مش بقول الاداء في الموبايل دوت وحش، لكن هو مش بيقدم احلى اداء في الفئه السعريه ديت. انت ممكن تروح تجيب موبايل ب 6000 ويديك اداء احسن من دوت. لكن في نقطه مهمه عايز اتكلم عليها، ان عموما في موبايلات اوبو وموبايلات ريلمي وكل الموبايلات اللي بتيجي بالواجهه بتاعه الكالر او اس، فهي واجهه خفيفه جدا، بتوفر طاقه كتير، وفي نفس الوقت ما بتعلقش، فانت ما بتحسش ان الموبايل معاك بطيء. انت في استخدامك اليومي في التصفح في كل حاجه مش هتحس باي فرق، الموبايل سريع جدا معاك. لكن هتبدا تحس بفرق لما تيجي تفتح لعبه شبه بابجي وتلاقي ان اخر اعدادات ممكن تجيبها هي ان الفريمات تبقى هاي على جرافيكس هاي. هكذا في كول اوف ديوتي انت اخرك في الجرافيكس هاي وهاي، مع اني ممكن في موبايل تاني تخلي الفريم ريت ماكس مع الجرافيكس هاي وبرضه في نفس الفئه السعريه ديت. انا بصراحه في استخدامي مع الموبايل دوت ما قابلتش اي مشاكل في الاداء بتاعه، لكن ما كنتش بعرف اوصل لاعلى جرافيكس ممكن اجيبها في العاب في الفئه السعريه ديت. لكن كتصفح كاي حاجه بصراحه الواجهه بتاعت الكالر او اس ممكن تقول اللي هي من احسن الواجهات الموجوده في الموبايلات اصلا، فمش بتحسسك ان الموبايل بيعلق، والموبايل فعلا ما بيعلقش معايا كتير او ما علقش معايا خالص. حتى في بابجي او كول اوف ديوتي اللي انا بتكلم عليهم اعلى سيتنجز ممكن تجيبها الموبايل بيشتغل كويس. اي نعم هي ممكن تجيب اعلى منها في موبايلات تاني، لكن في اعلى سيتنجز الموبايل دوت يقدر يجيبها او المعالج دوت يقدر يجيبها، الموبايل شغال كويس ما بيعلقش ومفيش تقطيع ولا اي حاجه. فلو انت راجل مش بيفرق معاك الاداء قوي او اصلا ما بتلعبش العاب كتير، الموضوع ده مش هيفرق معاك خالص. لكن لو انت حد جيمر وبتحب الاداء، ومن اهم الحاجات عندك ان الموبايل يبقى اداؤه صاروخي واداؤه رهيب بالنسبه للسعر بتاعه، فاظن انت ممكن تفكر مرتين قبل ما تجيب الموبايل دوت. طيب دلوقتي خلينا نتكلم عن الحاجات اللي محفوره جوه جسم الموبايل، وهي الكاميرات. طيب خلينا نتكلم شويه عن الكاميرات. الموبايل بيجي باربع كاميرات، اول واحده ودي الاساسيه 48 ميجا بكسل، بتيجي بفتحه عدسه 1.7، وبعد كده عندنا العدسه الوايد 8 ميجا بكسل، وعندنا كاميرتين او سنسورين مخصوصين للعزل او للدبس. السنسور العادي ال 2 ميجا بكسل اللي احنا بنشوف كل الموبايلات بتاع الدبس، وسنسور تاني برضو مخصوص للدبس لكن بيصور بلاك اند وايت او ابيض واسود عشان برضو يظبط العزل شويه. مبسوط بصراحه ان هم حطوا سنسورين للدبس احسن ما هم يحطوا عدسه للماكرو ما تكونش ليها اي لازمه بصراحه. اقدر اقول ان الكاميرا هنا لطيفه جدا في ظروف الاضاءه العاديه او لما يكون المكان منور، لكن اول ما تيجي بالليل شويه بتبدا تلاقي نويز. وفي ناس كتير قوي اشتكت من النايت مود في الموبايل دوت، لكن انا ممكن عشان عملت الابديت بعد كده عملت الريفيو وصورت بالموبايل دوت، فالنايت مود كان شغال معايا كويس، وهو بيختلف عن كل صوره والتانيه. يعني انت ممكن تصور صوره تقعد معاك 5 ثواني، ممكن تصور صوره وانت حاطط الموبايل على ترايبود تقعد معاك 30 ثانيه. لكن اللي اقدر اقول ان النايت مود في العدسه الوايد مش احسن حاجه، لكن غير كده بصراحه الكاميرا كانت كويسه، ما شفتش فيها اي مشاكل اذا كان العدسه العاديه او العدسه الوايد. ولما نيجي للكاميرا الاماميه، فعندنا الكاميرا الاماميه موجوده في موتور شبه بالظبط اللي كان في الاوبو اف 11 برو، مع فرق ان المره دي في اضاءه على الجناب ومش لون واحد بس، انت عندك كذا لون ممكن تختار منهم، والكاميرا تنور بالالوان ديت. بصراحه شايفها حركه لطيفه جدا، ممكن مش كباري قوي، مش كل الناس تستخدمها، لكن هي اضافه جميله. يعني مش شايف ان هي فيها اي عيوب. يعني في الاول والاخر برضو انت لما تمسك الموبايل والباور اب كاميرا تنور، الناس هتحس انك معاك موبايل متميز مش مع ناس كتير. الصور بتاعت الكاميرا الاماميه بصراحه ممتازه جدا وشارب، بتبين تفاصيل الوش حلوه قوي، لكن ممكن في ظروف الاضاءه المنخفضه ما كانتش احسن حاجه. ساعات لما تكون الاضاءه ملخبطه شويه وانت في وضع البورتريت الوش بتاعك بيبقى سوفت زياده حتى لو انت قافل البيوتي مود، لكن غير كده هي كويسه جدا، واظن الكاميرا الاماميه متميزه في الموبايل دوت. لما يجي بقى لتصوير الفيديو، فاظن اللي هم ركزوا اكتر على تصوير الفيديو في الرينو 2 مش الرينو 2 اف. فهنا حتى ما عندناش 4K، واظن دي حاجه مش مقبوله قوي، اللي احنا موبايل ب 6000 جنيه وما فيهوش 4K. عندنا هنا اخر حاجه ممكن تصور بيها هي فول اتش دي، فلو انت مهتم بالفيديوهات فاحنا هنا ما عندناش 4K، ودي حاجه غريبه شويه على الفئه السعريه ديت. بالنسبه للبطاريه في الموبايل دوت، فالموبايل دوت بيجي ببطاريه 4000 ملي امبير مع شاحن فوك 3.0. الشاحن دوت اللي ما يعرفش هو شاحن سريع، ممكن يشحن لك الموبايل 50% في نص ساعه مثلا، فاهمين؟ اداء البطاريه معايا بصراحه ما كانش فيه اي مشكله، كان بيقعد اليوم كامل. ما اظنش هو ممكن يقعد اكتر من يوم معاك، لكن هو بيقعد اليوم كامل. وحتى لو حصل مثلا ونسيت تشحن البطاريه او البطاريه فصلت معاك، انت هتحط الموبايل في الشحن ربع ساعه ولا حاجه هيشحن لك 30 او 35%، فالبطاريه هنا تمام. تفصيله صغيره بس اخدت بالي منها في الموبايل دوت، ومحدش على فكره كتير هيقول عليها لان هي صعب الواحد ياخد باله منها، ان سماعه المكالمات اللي فوق
هي عبارة عن سماعة عريضة كده، لكن الحتة اللي في النص مسدودة، فالصوت ما بيطلعش غير من الجنب اليمين والجنب الشمال. على طول وانا بتكلم في التليفون وحاطط الموبايل في النص، الصوت ساعات ما بيبقاش احلى حاجة. فانت لازم تجيب الموبايل يا اما يمين شوية يا اما شمال شوية، لان الصوت يعني هو الموبايل اهو الصوت بيطلع من الحته الشمال والحته اليمين، لكن الحته اللي في النص الصوت ما بيطلعش منها. اخر حاجه وهي سعر الموبايل دوت يجي رسميا ب 5950 جنيه او تقريبا 6000 جنيه. يعني بصراحه من رايي انا عجبني الموبايل دوت عشان حاجه واحده بس، عشان اوبو مش موجهاه ناحيه ان هو اكتر موبايل قيمه مقابل سعر. هي اوبو موجهه الموبايل دوت للناس البرستيج، الناس اللي عايزه موبايل بتصميم وهمي بشاشه كامله، مثلا لرجل الاعمال اللي عايز يجيب موبايل ب 6000 جنيه. اصلا الموبايل دوت هيبقى مناسب جدا ليه رجال الاعمال، ما اظنش هم بيلعبوا كتير، لكن هم بيكونوا محتاجين موبايل تصميمه وشيك وفي نفس الوقت كده هم ماسكينه يعني ما يقللش من البرستيج بتاعه. خلينا نقول كقيمه مقابل سعر ممكن ده ما يبقاش احسن موبايل، ممكن يبقى من الاحسن لكن هو مش الاحسن، لكن كبرستيج مقابل سعر، كلمه اول مره اسمها برستيج مقابل سعر، فالموبايل دوت بيديك برستيج عالي قوي. بس كده دي كانت كل حاجه، ده كان رايي انا. احب اعرف رايكم انتوا، ما تنسوش تكتبوه في الكومنتات تحت. استنوا الريفيو بتاعت الاوبو رينو العادي، الموبايل دوت بقاله معايا فتره وبجربه، وعلى فكره انا بصور بيه. هنا اصلا في ميزه كده في الفيديو ان هو يعمل بلور ورايا، فبرضه بجرب الكاميرات يعني عشان تعرفوا ان انا بجرب بجد، يعني مش بقول بجرب وخلاص. بس كده دي كانت كل حاجه للفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، روح تابعني على الانستجرام عشان بنزل حاجات كتير عن الموبايلات ديت. كنا في الايفنت من كام يوم ونزلنا ستوريز واحنا في الايفنت وحاجات غريبه كده، فروح تابع على الانستجرام عشان هتتبسط هناك. بس كده لو الفيديو عجبك قوي بقى ما تنساش تعمل له شير عشان الناس اكتر تشوف الفيديو. ودي كانت كل حاجه للفيديو بتاع النهارده. شكرا عشان شفتوا الفيديو واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. سلام.